فاتح ليه المروحه؟ ما عشان حران. امال متغطي ليه؟ ما عشان الجو ساقع. يعني سجعان ولا حران؟ ما اعرفش. ايه هو اللي متعرفش؟ انت دلوقتي متغطي وفاتح المروحه، يا سجعان يا حران. سجعان ولا حران؟ هو الجو سخن بس متلج. ايه هو اللي سخن متلج يا ابني؟ يا ابني انا عايز كلام افهمه. يا ابني انا نفسي افهم حياتك دي ماشيه ازاي. يعني انا بحاول افهم حياتك، بتعجب، بيجي لي عقده نفسيه. فهمني حياتك عشان مش عايز اموت ناقص عمر. بص يا بابا، انا هديك مثال تمام وانت تفهم حياتي ماشيه ازاي. ماشي، فهمني المثال، قول لي كده. إيه في الناحيه التانيه انت عايز تعدي الطريق، انت واقف في ناحيه عايز تعدي الناحيه التانيه. في نفس الوقت في واحد في الناحيه اللي انت اللي هو في الناحيه اللي انت عديتها، هو عايز يعديها الناحيه اللي هو فيها. هو عايز يعدي الناحيه اللي انت عايز تعدي فيها بعد ما بص. لا بص، هو في الناحيه اللي انت عايز تعدي فيها، في الناحيه دي هو عايز يعدي في الناحيه اللي هو فيها. واحده واحده عشان انا مش فاهم حاجه. ناحيه ايه وناحيه اللي هو راح فيها؟ أنا مش مين راح مع مين ولا مين تبع مين. يعني انت عايز تقول لي، يعني انا بص، يعني لولا انا فاهم المثال هقوله لك، لكن انت اساسا مش فاهمه ومش عارف توضح. يعني انت عايز تقول لي ان انا مثلا عشان اعدي الطريق عايز اعدي الناحيه التانيه، ففي الناحيه التانيه في واحد عايز يعدي الناحيه اللي انا فيها، صح؟ طب خلي فيها حكمه. يعني قول مثلا خلي بالك من العربيات، اي حاجه مفيده حتى. لان المثال اساسا مش مفهوم، المثال ملهوش لازمه. يعني حتى المثال بتاعك شبه حياتك بالظبط، انا مش قادر افهمها. فهمني حياتك عشان مش عايز اموت ناقص عمر، وفي نفس الوقت اقدر اساعدك. يعني لكن انا مش فاهم انت دنيتك دي ماشيه ازاي. يعني انا بحاول افهم دنيتك، بتعجب، بيجي لي عقده نفسيه، بنام حزين، بدخل في مرحله اكتئاب. ولابس ليه الكاب؟ هتقول لي في شمس؟ اقول كاب اهو بقى. يا اخي بص، انت خنقتني. اي